مرحبا وأهلا وسهلا فيكم صبايا. اليوم حبيت أحكي عن تجربتي مع تطبيق تيمو الجديد بما أنه صاير حديث الكل. رح أحكي عن الشغلات اللي طلبتها وكيف وصلتني وهل هي مطابقة للصور أو لا. أول شي هي الأداة، هيك كانت محطوطة بصورة التطبيق وهيك وصلتني. هي عبارة عن أداة بتنحط تحت المجلة مباشرة، بنحطوا فيها المنظفات، الأدوات، البخاخات، أي شي أدوات متعلقة بالتنظيف، مزودة بهدول هيك علاقات صغيرة. ومكان، هذا المكان مخصص لأنه تنحط فيه مثلا فرشاية أو ليفة، ومكونة من رفين. الرف السفلي مثل ما انكم شايفين بينسحب، بسهل على ست البيت تاخد الغرض أو الشغلة بسهولة. وبصراحة كانت الأداة مطابقة للصورة تماما، وهي عبارة عن بتجي جاية مو حديد، هي نايلو بس نايلو قوي يعني ثابتة، ما يرخوي أبدا. وكتير حبيتها، رح فرجيكم بآخر الفيديو كيف رتبت أغراضي فيها. وهون هي الأداة الثانية، هي عبارة عن مضيفة، شفتوها كيف كانت بالصورة بالتطبيق وهيك اجتني. كمان اجت مطابقة للصورة، بس أنا بصراحة كنت متوقعة يكونوا زجاج، بس هني لا، مو زجاج، هني شي بيشبه، يمكن بسموه باغا، يعني هي نايلو بس منيح وحلوات. وبدي أحكي إنه شغلة حسيت إنها شوي أصغر، يعني حسيتها جاية أصغر من الصورة، غير هيك كانوا حلوات. والحامل تبعها بيجي حديد مطلي باللون الذهبي. وهي المضيفة النوع الثاني مثل ما شفتوها بالصورة، كمان اجتني مطابقة للصورة تماما. وكمان هي مي زجاج، هي عبارة عن نايلو أو باغة، ومطلية بلون جاي هيك بني فاتح على ذهبي، ومقسمة إلى 5 أقسام مثل ما شفتوا. وهي التدرجات اللي فيها أو الخطوط كتير حبيتها، أنا بصراحة منظرها كتير حلو، حبيتها كتير، كمان كنت راضية عنها. ممكن تحطوا فيها مكسرات أو سكاكر أو نقرشات، أي شي بتحبوا. الشغلة الثالثة اللي طلبتها هي الشنطة. الشنطة مثل ما انكم شايفينها هون بالصورة هيك كانت، وهيك وصلتني. بصراحة الشنطة كمان كانت حلوة، ومزود بهذا السلسال الذهبي، إلى قفل ذهبي هذا اللي ملاحظينه بالوسط، وبتنفتح وفي له سحاب صغير كمان من جوا. كمان بصراحة الشنطة كل شي فيها كان مرتب، بس الشغلة إنه كانت قاسية. بصراحة أنا بحب الجنطة يكون الجلد تبعها لين، بحسه أسهل للاستخدام. هي كانت كتير حلوة وكيوت، بس الجلد تبعها للأسف كان شوي فيه قساوي. السلسال تبعها بيلتبس على موديلين، في على القصير وعلى الطويل. هلا هون كمان في عندي هذا طلبته، كمان أجا مطابق للصورة، وبصراحة كتير كتير حلو وخفيف ومريح. بس للأسف أنا طلبت نمرة وإجتني نمرة تانية، كان هذا كبير، يعني أجا أكبر من مقاسي. ليش هيك صار ما بعرف، بس أجا أكبر من المقاس اللي طلبته. بالنسبة للشكل أجا مطابق للشكل اللي كان محطوط بالتطبيق، 100% نفس الشكل. كتير حلو بصراحة ومرتب، بس للأسف كان كبير. هلا أنا طلبت طلبية شوي كانت كبيرة، فوصلتني على دفعتين. الطلبية الثانية هي هون، أنا وصلت الفيديوين هن كل واحد كان بيوم، بس أنا وصلتهم مع بعضهم. هون طلبت هاي المخدة، واجتني مثل ما انكم شايفين هون، بتكون مضغوطة ومكبوسة، بس أول ما تنفتح بترجع تدريجيا لحجمها الطبيعي. كمان بصراحة كانت مطابقة للصورة، بس حسيت إنه كتير خفيفة، يعني كان لازمها حشوة أكتر. يعني إذا واحد بيشتري حشوة وبيحشيها شوي تانية إضافة للحشوة الموجودة فيها بتصير تمام. طبعا المخدة محشية ديكرون نظامي، وفي لها سحاب وكل شي نظامية المخدة، بس بدها حشوة إضافية. طلبت كمان هدول العلب، هن عبارة عن 12 علبة حافظة. الواحد يعني ممكن تحفظوا فيها أي شي انتو بتحبوا، سواء كان مونة
كراشات أو أي شي. وكمان مثل ما انكم شايفين معاهن أغطية، والأغطية من جواتها إلها بلاستيك مشان ما تسحب أي رطوبة. وكتير بصراحة حبيتن، حتى التغليفن كانوا مغلفات بشكل ممتاز، ما رح أفتحن كلن لأنه كتار. وأحلى شي إنه أجا معهن هذا القلم وهدول الورقات مخصصات مشان إنه نلزقن عليهن ونكتب عليهن الأسماء. وكمان هذا الطقم أدوات المطبخ عبارة عن 11 قطعة. بصراحة أنا كنت خايفة إنه يجوا نايلو، لأنه النايلو على الاستعمال بينحرق، بس إجوا سيليكون مثل ما انكم شايفين. بس يكونوا طريات بيكونوا سيليكون. بصراحة إجوا سيليكون أصلي 100%، وجربتن. السيليكون ما بيتأثر بالحرارة طبعا، وكتير كانوا حلوات. حتى الخشب تبعن كتير ظريف. وإجت معن هي العلبة البلاستيك السودا مشان انه الواحد يحطن فيها. بس انا بصراحة حسيتن مع الخشب بيكونوا احلى، فانا عندي علبة خشبية من قبل شاريتها، حطيتن بالعلبة الخشبية. رح فرجيكم اياها هلا وانتو اكتبوا لي اي وحدة احلى. هيك احلى، هن هيك نظامية طقما هيك بيجوا، بس انا حطيتن هيك. فاكتبوا لي انتو بالتعليقات اي حبيتوا اكتر، هيك ولا بعلبتن الاصلية السودا. بصراحة هدول كنت كتير راضية عنهم، اجوا يعني احسن من ما توقعت. وهي الأداة اللي حكيت لكم عنها هيك نظمت أغراضي فيهن هون بعد. وهلا بآخر الفيديو راح أحط لكم شلون كان قبل. هي المنطقة بتجي مثل ما حكيت تحت المجلة مباشرة. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. بالنسبة للفترة اللي بيصلوا فيها الأغراض بعد ما تطلبون شي 10 أيام بيكونوا واصلين. وبالنسبة للتغليف، بصراحة التغليف كتير كتير كويس، يعني مغلفينه بالشكل كل قطعة مغلفة بالشكل اللي بيناسبها، سواء كان بنايلو ملفوفة أو بكرتون. وحتى إذا مثلا كانت القطعة حساسة كتير مركزين على التلزيق والتغليف والترتيب. يعني من هي الناحية بصراحة كل شي توب. وبالنسبة للفترة مثل ما حكيت لكم بيصل فترة بعد ما تطلبوا بيوم خلال 10 أيام بيكونوا واصلين. وبالنسبة للأغراض مجملا يعني بشكل عام بالنسبة للأسعار طبعا مقبولة بصراحة. في شغلات بتجي كتير منيحة، يعني أحسن من ما بتتوقعوا. في شغلات بصراحة بتجي إنه بتحسوها لازم أفضل من هيك. وأنا هي كانت تجربتي، احكوا لنا تجاربكم انتو بما إنه هلا صاير حديث الكلف فعليا. وضلوا بألف خير إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله بنلتقى بفيديو جديد.